برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الخير عليكم مستمعينا مستمعي راديو برونتو. أنا منى ناصر في برنامج فك البلوك. حلوة قوي البدايات، مش كده؟ حلوة قوي. كل واحد بيبين أحسن ما عنده، وكل طرف بيبذل أقصى ما عنده عشان ينجح العلاقة وتبقى في أبهى صورها. فيه لهفة كده وشوق، وعايزين نبقى مع بعض على طول، نقضي أطول وقت ممكن مع بعض، وبنبقى مستمتعين جدا. طب وبعدين إيه اللي بيحصل؟ تعدي أيام وشهور وسنين، وبنلاقي قطرين دخلوا في بعض. إيه؟ قطرين؟ أيوة زي ما بقولك كده. بنبتدي نصطدم بعيوب بعض اللي مش بتبان غير بالعشرة، ونخش بقى في دواير مغلقة. كل طرف بيحاول يغير من الطرف التاني ويطبقه على طباعه، وندخل في صراعات ملهاش أول من آخر، وما بنوصلش لنتيجة في الآخر. الحل لكل ده في الآخر في كلمة واحدة، وهي التقبل. لازم أبقى عارفة إن عمري ما هقدر أغير من حد، وعشان أوصل لمرحلة التقبل دي لازم أعدي بكذا مرحلة. أولها تقبل رأي الطرف الآخر. مش معنى إن إحنا بنحب بعض يبقى لازم بقى يكون لينا نفس الرأي ونفس الاهتمامات، ونظرتنا للحياة هتكون من نفس المنظور. أكيد لأ طبعا. لازم أبقى فاهم إن الاختلاف ده شيء طبيعي، وأبقى قادر أحتوي الطرف التاني حتى في اختلافنا. طيب تاني حاجة تقبل العيوب، أو زي ما بنقول كده بالبلدي خد صاحبك على عيبه. إحنا عارفين طبعا إن مفيش حد كامل، مفيش حد خالي من العيوب، فالأوبشن اللي قدامي إني أتقبل عيوبه مش إني أحاول أغيره. هتضيع وقتك وطاقتك على الفاضي في محاولة تغيير أي شخص. هو مش حتة صلصال هتقعد تشكل وتغير فيها زي ما انت عايز. حتى لو في ناس اتغيروا فهم اتغيروا عشان هم عايزين يتغيروا، عشان محتاجين التغيير ده في حياتهم، مش عشان خاطر أي حد تاني. طيب ثالث حاجة، انزل بسقف التوقعات يا معلم. زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت إنك ما تقدرش تغير حد، بس تقدر تغير المتوقع منه وتقلله. مفضلش أعلى بسقف الأحلام والطموحات والتوقعات والأماني لحد ما يقع يتهد فوق دماغي. رابع حاجة، ما نحطش كل تركيزنا مع الطرف التاني. يومنا كله بيبقى واقف عليه، مزاجنا مرتبط بهو عمل لي ايه النهاردة. لا ده عمل لي حاجة حلوة، يا سلام أنا هفرح بقى واليوم حلو وتمام. لا عمل حاجة بقى تضايقني، خلاص أنا كده قفلت واليوم قفل وضرب مني. لا طبعا، لازم أحط تركيزي على حاجة تانية. ما يبقاش شغلي الشاغل هو جه امتى ونزل امتى وقال لي ايه جاب لي ايه وكلم مين. مش هنقدر نبطل تركيز معاهم، بس هنحاول نقلله. خامس حاجة المقارنات. يا جماعة المقارنات أخطر حاجة بتهدد أي علاقة. يعني بنلاقي مثلا الراجل بيبقى قاعد يتفرج على التلفزيون على البنات الحلوين التعمين، ويقوم باصص لمراته كده البصة المتينة، جايبها من فوق لتحت، ويقول لها شايفة أهدي ستات ولا بلاش، ده أنا متجوز غفر. ولا تقعد تقارنها بقى بمامتك ومرات صاحبك وفلانة وعلانة، وتقول لها شايفة دي ست بيت شاطرة ازاي، شايفة واخدة بالها من بيتها وولادها ازاي. ونفس الكلام بالنسبة للست، تقعد في الرايحة والجاية تسمعه شايف ده جاب ايه لمراته، شايف ده عمل ايه، شايف الرجالة بتعمل ايه عشان مراتاتها، شايف ده سفرها فين، إلا عمري ما شفتك داخل عليا بوردة حتى. انتوا يعني كده مستنيين ايه؟ مستنيين ان الطرف التاني ده كده هيتشقلب بقى ويحاول يعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، وانك بتستفزه عشان تطلع احسن ما عنده؟ بالعكس، المقارنات دي محبطة جدا، بتخليه يفقد ثقته في نفسه ويحس بعدم الامان معاك، وتحسسه دايما ان هو مش كفاية. هيحس انه مهما عمل اصلا مش هيرضيك، فمش هيعمل، هيبطل يعمل. ما انت كده كده مش هيعجبك حاجة، فبلاش مقارنات يا جماعة. الخلاصة، التقبل هو شرط اساسي لنجاح واستمرار اي علاقة. انت واخد الشخص ده باكج كده على بعضها، بمميزاته بعيوبه بسلطاته ببابا غنوجه. اعرف ان انت كمان اكيد فيك عيوب هو بيحاول يتقبلها، فخلي عينك دايما شايفة الحلو. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج فك البلوك.